بصراحة بقى كده إحنا لو حسبناها بالورقة والقلم هيطلع أوفر بكتير من البيض والجبنة واللانشون والحاجات الكتير كده اللي إحنا بنشتريها من بره للسندوتشات. وكمان هتشتري راحة بالك وهتعملي كمية كتيرة، وكمان الكمية دي هتغطي معاكي الشهر كله. يلا بينا بقى نشوف عملنا الوصفة الجامدة دي إزاي. بس يا ريت في الأول كده ما نبخلش على الفيديو بلايك، وكمان تعليق حلو منكم برأيكم على الوصفة. في الأول خالص كده معانا 2 حبات من البطاطس، وزنهم في حدود كده نص كيلو من البطاطس، تمام؟ حبتين كبار يعني. طبعا قشرناهم وغسلناهم وبعد كده قطعناهم لقطع بأي شكل عشوائي. هناخد بقى كمية البطاطس دي هنحطها في حلة وهنغطيها بالمية ونحط عليها كده شوية ملح صغيرين. وهناخد بقى الحلة دي هنرفعها على النار في الأول بتبقى عالية لحد ما تبدأ تغلي معانا. هنسيب بقى البطاطس لحد ما تستوي معانا براحتها جدا. في الوقت ده بقى اللي كانت البطاطس فيه بتستوي على البوتاجاز، جبت صدر فرخة. مش شرط يكون حجمه حجمه صغير حجمه كبير، هي نفس المقادير اللي احنا هنقولها مع بعض. هنجيب طبعا صدر الفرخة وهنقطعه بأي شكل. طبعا بحب أقطعه بشكل أو بحجم يكون يعني صغير أو وسط، بالحجم اللي انتوا شايفينه. هناخد بقى صدر الفرخة ده وهنحطه في الكبة وهنفرمه ناعم جدا. بالمناسبة في ناس كتير بيسألوني عن نوع الكبة بتاعتي. الكبة اسمها MG، متوفرة طبعا في كل مكان. طبعا هنطحنه او هنفرم بقى صدر الفرخة ناعم جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه. لازم يكون ناعم زي ما انتوا شايفين كده. ده القوام اللي احنا عايزينه من الفرم بتاع الفراخ. هناخد بقى كده الفراخ هنحطها في بولة واسعة وهنضيف عليها بيضة. خدوا بالكم البيضة دي اختياري، تقدروا تستغنوا عنها خالص. هنضيف بعد كده معلقة كبيرة من الدقيق، معلقة كبيرة من النشا. وفايدتهم هنا مع اي حاجة سواء وصفة لحمة او فراخ بيخلوا كمية اللحوم او الفراخ ما تكشش معانا خالص. هنظبط بقى الملح وكمان شوية من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وكمان كيس من خلطة البرجر. وطبعا اختياري تقدري تستغني عن خلطة البرجر دي خالص. بعد كده طبعا سيبنا بقى الخلطة بتاعتنا على جنب، وكانت البطاطس استوت معانا تماما. هناخدها بقى كده زي ما هي وهنحطها بقى في مصفى وهنصفيها من المية اللي موجودة فيها، وهناخدها بقى نحطها في بولة. واهم حاجة لازم نهرسها ناعم جدا. لازم البطاطس تكون مهروسة ناعم، وكمان الفراخ نكون فرمينها في الكبة فرم ناعم. خلاص كده هناخد بقى البطاطس بتاعتنا بالشكل ده وهنبدأ نضيفها على خليط الفراخ. وهنا بقى خطوة مهمة جدا، ان احنا لازم نقلب كل المكونات مع بعضها كويس. خليهم كده يمتزجوا مع بعض والبهارات تشرب كده من الفراخ مع البيض مع بقية المكونات كويس. بعد كده بقى هنضيف على المكونات دي معلقتين كبار من البقسماط المطحون اللي هو الخبز الناشف المطحون. ضفناهم طبعا مع بعض، وبعد كده هنقلب بقى المكونات مع بعضها كويس. ولو وصلت بقى معايا في الفيديو لحد دلوقتي يا ريت بس لو ننزل تحت في الكومنتات نصلي على الرسول ونعمل لايك حلو للفيديو، وكمان تعليق جميل كده برأيكم على الوصفة. كده خلاص خليط الفراخ بقى جاهز معانا. جبت صينية، طبعا مش شرط يعني مش شرط الصينية دي، ممكن صينية مستطيلة، صينية مربعة، اي صينية موجودة عندك. اهم حاجة ونحط فيها كيسين من اكياس التلاجة فاتحينهم بالشكل ده. هنحط عليهم كده نقطة من الزيت او شوية زيت حلوين ونبدأ ندهن الكيس كويس. وهنجيب بقى الخلطة بتاعت الفراخ الحلوة دي وهنحطها على الكيس. في الاول خالص بنحط عليها نقطة من الزيت وهنسويها بالمعلقة. هنسويها كده هتتشكل معانا في منتهى السهولة. اهم حاجه هنا انا عايزه سمك الفراخ يبقى قد بعضه، يعني يكون متساوي. مش شرط ان هو يكون تخين قوي او رفيع، على قد ما يكون ان هو شرط ان هو يكون متساوي معانا. رجعت تاني حطيت كده نقطه من الزيت، وبعد كده بقى غطيت بالكيس اللي كان موجود على او تحت الفراخ. وبعد كده بقى جبت النشابه وهبدا اساوي كويس جدا. طبعا سويت في الاول بايديا، وبالنشابه بقى ساعدتني اكتر علشان زي ما قلت لكم انا عايزه السمك معانا يكون متساوي، ما يكونش فيه مثلا قطعه طالعه لفوق او قطعه نازله، لا هو كده تمام قوي. قبل بقى ما ندخلها الفريزر لازم نقطعها الاول. طبعا هنا انا قطعتها، جبت يعني المسطره وحاولت ان انا اعمل الحجم اللي انا عايزاه. يعني هنا حبيت ان انا ادي نفس شكل اللي هو الصوابع، زي صوابع البرجر اللي احنا بنشتريها من بره. بس احنا هنا مش هنعمل وصفه برجر، احنا هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. طبعا قطعناها لقطع بالطول، وبعد كده برضو رجعنا وعملناها القطع بالعرض، بحيث ان في الاخر القطع تيجي معانا متساوية جدا. كده خلاص
خلصناها هناخدها بقى كده زي ما هي، هندخلها التلاجة، الفريزر هندخلها الديب فريزر من ساعتين ل4 ساعات على حسب ما تتماسك معانا جدا. هناخد بقى الفراخ كده بعد ما طلعناها من الفريزر، وتعالوا نشوفها شكلها عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين متماسكه جدا معانا، بس زياده امان ان احنا بنجيب السكينه تاني ونرجع نعيد تاني على الفتحات اللي احنا كنا او التقطيع اللي احنا كنا عاملينه على الفراخ، علشان احنا عايزين نقطعها بالقطع اللي انتم شايفينها دي. ما شاء الله بتخرج معايا في منتهى السهوله، بس اهم حاجه لازم تكون متماسكه معانا جدا في الفريزر، فلازم نسيبها شويه حلوين في الفريزر. تقدري تستخدمي الفراخ كده زي ما هي كوصفه يعني برجر فراخ، ان انت بتجيبي طاسه تحطي فيها معلقتين كبار من الزيت، هتجيبي فيها برجر الفراخ تحطيه على نار اقل من وسط وتقلبيه من فوق وتحت، يبقى معاكي احلى برجر فراخ. او تعملي زيي وتجيبي بقى مع كوبايه من دقيق الذره، وطبعا تقدري تستغني عن دقيق الذره وتستخدمي دقيق ابيض. هنتبله بشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود، وبعد كده بقى هنخلط الدقيق بكوبايه ونص من الميه، هنقلبهم بقى مع بعض كويس، وده طبعا القوام اللي احنا عايزينه في الخليط السائل. وبعد كده طبعا جبت خلطة الكريسبي، وخلطة الكريسبي دي بجيبها من عند اي عطار موجود. طبعا هي بتيجي خشنة قوي، فبحطها شوية في الكبة، انا عامها حاجة بسيطة، انا طبعا مش عايزاها ناعم قوي، انا عايزة القوام بتاعها يبقى وسط، ما يبقاش خشن قوي وفي نفس الوقت ما يبقاش ناعم. ده طبعا شكل خلطة الكريسبي. هنجيب بقى الفراخ في الاول كده، هنحطها في الخليط السائل، هنحركها يعني من فوق ومن تحت كده شوية بالشوكة، وبعد كده هنطلعها من الخليط السائل هنحطها في خليط الكريسبي. اول لما بنحطها في خليط الكريسبي بنضغط عليها ضغطه خفيفه خالص بايدينا من فوق ومن تحت لحد ما الخلطه بتاعت الكريسبي تتماسك معانا في الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. وتعالوا كمان نكررها مع بعض مره تانية. بنجيب قطعه الفراخ نحطها في الخليط السائل، نطلعها من الخليط السائل ونحطها في خلطه الكريسبي. ولو لاحظتوا هنا هتلاقوني ما عملتش غير مره واحده بس، ان انا حطيت الفراخ في الخليط السائل ومره واحده في خلطه الكريسبي. بجد بجد الطريقه دي بتخلي طبقه الكريسبي او طبقه الفراخ او كفر اللي بره لما بعد ما بنيجي نقليه ما بيبقاش او مش بيفك معانا. اما كتر الطبقات بتخلي طبقه الكفر اللي بره بتفك معانا جامد. طبعا ما شاء الله عملنا كميه حلوه كده من الناجتس زي ما انتم شايفينه. هنغلفه بقى ببلاستيك راب، هندخله الفريزر. طبعا احنا بندخله الفريزر لوقت الاستخدام، وقت الاستخدام بقى بنستخدمه وهو مجمد، مش بنسيبه يفك خالص. ده وركزوا معايا الخطوه دي مهمه جدا، ما بنستخدمش الناجتس من الفريزر ونسيبه يفك، لا لازم نستخدمه وهو مجمد. ازاي بقى بنستخدمه وهو مجمد هقول لكم دلوقتي، بس احنا هناخد الاطباق دي هنحتفظ بيها في الفريزر وهنطلعها لوقت الاستخدام. وما شاء الله عامله معايا كميه وفيره وحلوه هتكفي معاكي وقت طويل جدا. معانا بقى طاسه فيها زيت ساخن، اهم حاجه الزيت لازم يكون سخن، درجه حراره اقل من وسط. هنحط بقى الناجتس، اول لما ياخد لون من تحت على طول مباشره بنقلبه على الناحيه التانية، بنقلبه حوالي مرتين 3 لحد ما نضمن ان هو يستوي معانا تماما. بعد ما بيستوي معانا بنخرجه بقى بنحطه على مناديل مطبخ. شايفين بس لونه شكله عامل ازاي، حاجه كده تفتح النفس. عايزه اقول لك بقى اولادك هيعشقوه جدا، وكمان كميه حلوه كميه اقتصاديه. انا ساعات بحس ان الحاجات دي بتبقى اوفر بكتير من البيض بقى واللانشون والحاجات اللي احنا بنشتريها من بره. طب بذمتكم كده الوصفه دي تستحق كام على 10؟ سيبوا لي طبعا ارائكم تحت في الكومنتات، تستحق كام على 10، وقولوا لي كمان بتتابعوني من اي بلد. وما شاء الله بقى انتوا شايفين يعني شايفين بعينيكم شكل الناجتس من جوه عامل ازاي، مستوي جدا مش معجن خالص، حاجه كده طعمها بقى مع ريحتها تفرح اي طفل وتفرحنا انا كمان شخصيا، يعني انا بحب الحاجات دي قوي. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، ربنا يحسن ما بين ايديكم وبألف هنا وشفا، ويا ريت يا جماعه ما ننساش اللايك. باي باي.